تكلسات الأوتار الدوارة للكتف بتمر بثلاث مراحل. أول حاجة بنسميها مرحلة ما قبل تكون التكلسات، وتاني مرحلة هي التكلسات أو تكون التكلسات، وآخر مرحلة هي ما بعد تكون التكلسات. مرحلة ما قبل التكلسات هي عبارة عن حدوث التهاب مزمن في الأوتار الدوارة واللي بيتكون نتيجته التكلسات. لو احنا هنتكلم عن المرحلة الثانية اللي هي الكالسيفيك فيس أو مرحلة وجود التكلسات، فهي بتتقسم نفسها إلى ثلاث مراحل. أول حاجة مرحلة تكون التكلسات بنسميها الفورماتيف فيس أو بداية تكون التكلسات، ودي بيبدأ فيها الكالسيوم إن هو يترسب داخل الوتر، ودي ممكن يشتكي فيها المريض من وجع بسيط وعادة ممكن يخف بالمسكنات. أما المرحلة الثانية في الكالسيفيك فيز هي عبارة عن الريستنج فيز، ودي ساعتها بيكون الكالسيوم مترسب كامل داخل الوتر وحصلت تكلسات في الوتر الدوار أو في الأوتار الدوارة. آخر مرحلة في الكالسيفيك فيز وهي الريزوربتيف فيز أو مرحلة ذوبان التكلسات، ودي بتكون أكتر مرحلة موجعة على المريض لأن الكالسيوم اللي اتكون داخل الوتر بيبدأ يدوب تدريجيا. وبعد كده بنخش في المرحلة الأخيرة خالص اللي هي مرحلة ما بعد التكلسات، ودي بيبدأ فيها المريض الوجع بتاعه يقل ويبدأ يرجع لمدى الحركة الطبيعي.